عاجل من الرئيس السيسي يعلن أخبار هامة وعاجلة الآن. ما الذي يحدث في مصر؟ وبشرى لأصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بزيادة جديدة، وقرارات مرتقبة بخصوص صرف 500 جنيه زيادة الآن لجميع أصحاب المعاشات. متابعينا الكرام، انتظركم أخبار مصر والمعاشات برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 بداية اعتبارا من يوم 1 سبتمبر، ويحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم الشهرية، شاملة الزيادة السنوية الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%. وتتيح الهيئة عدة طرق ميسرة للمواطنين لاستلام أموالهم بسهولة من أقرب منفذ لهم. قيمة المعاشات بعد الزيادة بسبتمبر 2025. تطبق الحكومة الزيادة السنوية الأخيرة على معاشات شهر سبتمبر، حيث تختلف قيمة المعاش الجديد بناء على المبلغ الأساسي الذي كان يتقاضاه المستفيد. ويوضح الجدول التالي قيمة المعاشات بعد إضافة نسبة 15% المقررة. والمعاش الأساسي قبل الزيادة، قيمة الزيادة 15%. إجمالي المعاش بعد الزيادة 1500 جنيه، 225 جنيه، 1725 جنيه، 2000 جنيه، 300 جنيه، 2300 جنيه. اللي بياخد 2500 هياخد 375 جنيه زيادة، وهياخد 2875. ال 3000 جنيه هيزيدوا 450 جنيه وهياخد 3450. ال 4000 جنيه هيزيدوا 600 جنيه وهياخد 4600 جنيه. اما بالنسبه لل 5000 فهيزيدوا 750 جنيه وهياخد 5750. واماكن صرف معاشات التامينات الاجتماعيه، ووفرت هيئه التامينات الاجتماعيه عده قنوات يمكن للمواطنين من خلالها استلام معاشاتهم الشهريه بكل سهوله ويسر. تشمل هذه القنوات وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك يمكن صرف المستحقات عبر منافذ شركة فوري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو على الهاتف المحمول. ويستطيع أصحاب المعاشات التأكد من قيمة مستحقاتهم الشهرية إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وتتضمن العملية خطوات بسيطة وسريعة لضمان معرفة كافة تفاصيل المعاش. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار مصر برجاء الاشتراك في القناة، اتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.